التشيرة الجهادية مدينة مغربية أصيلة وأمازيغية توجد في الجنوب الغربي من المغرب قرب مدينة أكادير الساحلية وضمن عمالة إنزكان إتملول. تنتمي جهويا إلى المنطقة الواسعة والمسماة جهة سوسمة صدرعة، وتبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة. تتربع على منطقة منخفضة وسهلية بمحاذاة الضفة اليمنى لنهر سوس، وتعرف بعاصمة الفن الأمازيغي لميلاد جل الفنانين بها. وبتاريخ 30 من شتنبر 2012 تأسس أول معهد موسيقي بلدي بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى وحبيب الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال هو كيف لماذا المعهد الموسيقي البلدي داخل التشيرة الجهادية؟ ربما المسألة تكون ننطلق لها من منظور معاكس، هو لماذا التشيرة الجهادية بدون معهد موسيقي ردحا من الزمان، مدة من الزمان التشيرة الجهادية بدون معهد موسيقي. هذا هو الإشكال اللي كان كيبان لي أنا. أما الطبيعي هو ضرورة تواجد معهد أو معاهد موسيقية داخل التشيرة الجهادية. التشيرة الجهادية كما كنعرفوا جميع هي عاصمة الفن، عاصمة الفن وعاصمة الفنانين في جهة سوسمة صدرعة. هذه العاصمة هذه ديال الفن ضروري توجد فيها المعهد الموسيقي، لأنه هو النواة أولا ديال التكوين، ثانيا ديال المحافظة على استمرارية الفن والفنانين داخل المدينة. ومن هنا جاءت هذه الفكرة ديال تأسيس معهد موسيقي، بناء وتأسيس معهد موسيقي داخل مدينة التشيرة الجهادية. فتبلورت الفكرة بشراكة ثلاثية بين المجلس الجماعي بين مدينة التشيرة الجهادية وجمعية رياض سوس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فكانت هذه الثمرة هذه اللي حقيقة ضافت، ماليش نقول بأنها أثبتت فقط المشهد الفني والثقافي داخل المدينة، ولكن أصبحت ركيزة أساسية، لأنه هذه كانت واحد الركيزة خاصة الاشتغال الفني والثقافي داخل التشيرة. هذه الركيزة هذه الحمد لله تأسست ودارت ملي تأسس هذا المعهد الموسيقي. إضافة إلى المجلس البلدي للتشيرة الجهادية، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شريكا أساسيا في تأسيس المعهد الموسيقي، إذ قامت بخلق الفضاء وتمويل جميع التجهيزات من آلات موسيقية وتجهيزات مكتبية. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع تنموي ينبثق من منظور شامل لبناء مغرب حديث، وتعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومبسطة. فلماذا فكرة المعهد الموسيقي البلدي للتشيرة الجهادية؟ بطبيعة الحال السؤال هو لماذا المعهد الموسيقي بالتشيرة، أو ما هي الدوافع اللي جعلت المشرفين على الشأن المحلي في التشيرة يقوموا بخلق هذه المعلمة ديال المعهد الموسيقي في التشيرة. الجواب غادي يكون أنه المشرفين على الشأن المحلي بداو كيحصيو الاحتياجات ديال الفئات باختلاف المشاريع ديالها، الفئات المجتمعية
ديال مدينه تشيرا الجهاديه، واللي بطبيعه الحال من بين هذه الاحتياجات جاء الاهتمام بالشأن الفني وبالشأن الموسيقي، وبطبيعة الحال هذا الشيء اللي جعل هذه البادرة أنها تخرج من الوجود وأنها تخلق، على الرغم من أن الآن هذه الطريقة باش تخلقت باقي كنطمحوا لأنها تكون أحسن، ولأنها لا على مستوى الفضاء اللي تخلقت فيه، ولا على مستوى حتى المستفيدين من هذه البادرة. تأسست جمعية رياض سوس للتنمية يوم السبت 29 نوفمبر 2003 بمدينة تشيرا الجهادية. بدأت الجمعية أنشطتها في مجال أنشودة الطفل لتكون الجمعية الرائدة في المجال، فأصدرت مجموعة من الأشرطة الغنائية التربوية الهادفة. وجمعية رياض سوس للتنمية هي المكلفة بتسيير المعهد. فكيف جاءت فكرة المعهد الموسيقي البلدي لتشيرا الجهادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال هو كيف جاءت فكرة المعهد الموسيقي البلدي لتشيرا الجهادية؟ بالنسبة للجمعية جاءت الفكرة انطلاقا من هذا المكان بالضبط، من داخل مقر الجمعية، وأثناء جمع اجتماع يعني عامة بين الأعضاء والمنخرطين، فجاءت فكرة إنشاء معهد خاص للموسيقى، حيث تدرس الموسيقى هنا بمقر الجمعية. وبعد إعداد الملف من دراسة الجدوى، من يعني توزيع الاستمارات، من يعني الدراسة المالية وما إلى ذلك، لاحظنا استحالة يعني إنشاء معهد موسيقي خاص يعني داخل الجمعية. فجاءت يعني الخطة البديلة والخطة الثانية، وهي البحث عن شركاء للجمعية من حيث لإنشاء المعهد. فكان الباب الأول الذي قمنا بطرقه هو باب المجلس البلدي لتشيرا الجهادية. فبعد مدة، بعد سنة من الاجتماع الأول، يعني كان يعني قررنا يعني عقد اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي. فكان هذا الاجتماع هي يعني الخطوة الأولى لإنشاء هذا المعهد. فتم ذلك والحمد لله، وبعد جهد من مجموعة يعني سواء الأساتذة، اجتماعات الأساتذة، الطاقم التربوي، أعضاء الجمعية مع أعضاء المجلس البلدي. وفي دورة للمجلس البلدي يعني تم تخصيص يعني ميزانية من أجل التسيير، فعهد التسيير إلى جمعية رياض سوس، وكذلك يعني بالنسبة للآلات والمكان يعني الفضاء، المعهد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فتم إنشاء هذا المعهد يعني بفضل من الله ومنة منا الحمد لله، فكان إنشاء هذا المعهد. إن ندرة وقلة المعاهد الموسيقية بالمنطقة يستدعي التفكير في تأسيس معهد جديد وبمواصفات حديثة يتوخى منه أن يقدم خبرة في مجال التعليم الموسيقي. المعهد الموسيقي كندوز من الطريق ولكن ما تردليش البال، يعني بزاف ديال الناس ما تعرفوش فين جا. الناس شفتوا مجموعه ديال الاشهارات وحملات تحسيسيه باش يعرفوا ليه الناس. في الحقيقه ما كنعرفوش، حيت اصلا ما كانش حملات تحسيسيه وتوعيه. هذا المعهد اللي خص المسؤولين عليه يحملوا المسؤوليه باش يكونوا قد المسؤوليه، يوريو الناس فين كاين هذا المعهد ويتعرفوا به، باش الناس حتى هما يعرفوا هذا المعهد. بالنسبه للمعهد الموسيقي لتشيرا الجهاديه، حنا نعرف بانه راه كاين، ولكن ما عرفاش شنو فيه داخل الحيديات تاعو، ومازال ما دارش شي نشاط اللي هو اشعاعي باش يكون هذا المعهد الموسيقي معروف لدى الساكنه ومعروف لدى في جهه سوس كلها، لانه انا نظري خاص يكون شي نشاط اشعاعي باش يتعرف. إليكم المعهد الموسيقي البلدي لمدينة تشيرا الجهادية. المعهد الموسيقي البلدي لتشيرا تأسس في سنة 2012
ومبادرة ديال عبد ربيه مع بعض الإخوان وجمعية رياض السوس بشراكة مع البلدية. يعني كانت الفكرة هي قديمة نظرا لأننا كنا نشتغلوا في الحقل الموسيقي، كانت الفكرة قديمة وكانت كتلح على أساس أننا خصنا هذه المدينة يعني ننهضوا بها في هذا المجال. فبفضل يعني رياض سوس ونجاحها أصلا في مشاريع سابقة يعني ارتأت أنها تساندنا وتقدم هذا المشروع للبلدية. كذلك البلدية ما خيباتش وساهمت، لأن حتى هي كانت كتطلع لهذا المعهد يعني من التاريخ يعني نقولوا 20 سنة تقريبا، لأن المدينة هي مدينة كتجمع الفنانة، وهي المدينة المعروفة في الجنوب مدينة الفنانة خصوصا الفن الأمازيغي. فالحمد لله يعني النية تجمعات وارتأت أننا نأسسوا هذا المعهد في هذه المنطقة هذه بدار الحي. المعهد فيه أطر تربوية أغلبيتهم أطر يعني ذو مستوى عالي من الثقافة الموسيقية والعزف الموسيقي، قراوا أغلبيتهم في المركز التربوي الجهوي.